كلنا شفنا اللقاء بتاع دونجا امبارح. بص، انا ما عنديش مشكله ابدا مع دونجا ان هو يحتفل ويفرح، ده حقه. يعني انت واخد سوبر افريقي، فانت عايز تاكل باميه، ما طبيعي تفرح. لكن بقى ان انا بمثابه ما خدت بطوله ابدا انصح بقى، يا ريت بقى يا امام نركز في الملعب ونبطل ناخد اللقطه. هقول لك على حاجه، دونجا من اول ما امام عاشور راح الاهلي ولبس رقم، هو كان عندنا كان بيلبس رقم 8. هوب امام راح الاهلي وانت خدت رقم 8، وفي ستوريهات نزلت عندك على الانستجرام رقم 8 للرجال فقط، والسكرينات موجوده رقم 8 للرجال فقط. الاسد لسه موجود وخد رقم 8. طب ده كان انت كده كنت مركز في الملعب؟ يعني انت كده ساعتها كنت مركز في الملعب كده، انت ما كنتش بتاخد لقطه؟ ما هو بالراحه. طيب يعني هل لما انت كنت بتتكلم هنا، انا خلي بالك انا مقتنع تمام الاقتناع ان دونجا لو ركز في الملعب بس هيطلع منه اضعاف اللي بيأديه دلوقتي، اضعاف. لكن انا مشكلتي انت مش مركز مع الاهلي يا دونجا، انت مركز مع امام. وعلى فكره حتى لو في حد مختلف معايا في الراي ده هيكتب لي كومنت مختلف معايا في رايي، فهو عارف ان انا صح. انت فاهم حاجه؟ دونجا مش مركز مع الاهلي، دونجا مركز مع امام عاشور. يا راجل ده امام راح ضرب شعره اكسجين وفلفله، قمت رايح ضربه اكسجين ومفلفله. انت فاهم حاجه؟ يعني انت فاهم انا بتكلم على ايه يا دونجا؟ انت لو ركزت كوره بس هتفيدني انا كزمالك، لان انت عندك الامكانيات لده. انا من بعد ما طارق حامد مشي حاسس ان نص ملعب الزمالك فاضي. من بعد ما طارق خرج حاسس ان نص ملعب الزمالك فاضي. وبعدين يا دونجا انت بتقول الحمد لله، يعني طبعا السوبر الافريقي نفس قيمه دوري ابطال افريقيا. هنا بقى دي الكارثه السوداء. هنا دي الكارثه السوداء. بتقارن بطوله هي الاقدم والاعرق والاقوى قاريا بالسوبر الافريقي اللي من ماتش واحد. قلت لك بطوله كبيره وبطوله قاريه وانجاز انك تكسبها من الاهلي، لكن دايما هفضل احط بقى نهائي القرن وهو السوبر. يا عم بتقارن ليه؟ ما المقارنات دي هتطلعك مضحك، هتبينك كوميدي، مش هتبينك انك انت جبت حقك. طلع عمك دونجا ده انا محضرها. اوه زمالك، لا وطالع لك بقى بالاغنيه الروماني. والله يا كابتن ابراهيم الحمد لله. انا مش عارف، انا بصراحه انا بقول لامام عاشور انا مش عارف هي الناس اللي بتدور على اللقطات بتنزل الماتش بتدور على اللقطه وبتدور على البطه وبتدور على الحطه، كل ده علشان يجيب جون ويحط كابشن وبعدين بقى يطلع ترند وعلشان يشغلوا الجمهور. وبصراحه كده يا كابتن ابراهيم بصراحه ربنا انا اجحد واحد نص ملعب موجود في القاره. وبصراحه يا كابتن ابراهيم انا رفضت الاهلي قبل كده. ازاي انا رفضت الاهلي قبل كده؟ يعني انت يا كابتن ما كنتش بتجري ورا الاهلي وما رفضتش الزمالك في 2019؟ لا يا كابتن، انا رفضت الاهلي قبل كده. وامير توفيق لما كلمني انا قفلت السكه في وشه علشان خاطر امير توفيق كان عايز يمسك رئاسه نادي الاهلي، وانا بصراحه قلت له لا، الكلام ده مش ماشي معايا. وبصراحه كده يا كابتن السوبر الافريقي لا يقل اهميه عن دوري ابطال افريقيا. وبصراحه كده يا كابتن احنا القضيه خلصناها، خلاص خلصناها يا ريس، وخلاص بقت قضيه ناصر منسي وشلنا قفشه على جنب. ومش بس كده، لا يا كابتن، ده الكونفدراليه لا تقل اهميه عن دوري ابطال افريقيا. شايفني كده يا كابتن؟ بالظبط كده يا كابتن. وايه تاني يا كابتن؟ وايه؟ احنا هنشتغل بعض ياض ولا ايه؟ وانا اول مره اشوفك؟ وانا اول مره اسمعك؟ وانا ما شفتكش ايام بيراميدز؟ وانت في 2019 لما جالك اهلي والزمالك انت رفضتني ليه؟ رغم ان بيراميدز وافق ان انت تيجي الزمالك؟ انت رفضتني ليه؟ تمام. وفي 2020 لما فضلت متعشم بالاهلي وبعد كده ما مضيتش الا على رغبه بس علشان متعشم ان الاهلي يخلصك في يوليو اللي بعده، وبعد ما الاهلي برضو طنشك لحد يوليو اللي بعده 2020، وبعد ما فقدت الامل ان انت مش هتقدر تروح الاهلي رجعت بعدها خلاص رحت البيراميدز قلت لهم خلاص انا موافق ان انا اروح الزمالك بعد سنتين من رفض الاهلي ليك. انت هتشتغلني؟ دونجا يا دونجا ازاي يا دونجا؟ دوري ابطال افريقيا نفس قيمه السوبر الافريقي. يعني انت عايز تجلطني بالضحك الاهلاويه علينا يا دونجا؟ يعني بالله عليك هتقارن السوبر الافريقي بدوري ابطال افريقيا مباراه من ماتش واحد كسبنا فيها الاهلي؟ هتقول ان احنا عوضنا زعلنا على نهاية القرن بتاع القاضية ممكن وخدنا السوبر الافريقي وخدنا حقنا من الاهلي؟ يا دونجا ارحمني.
دونجا لاعب نادي الزمالك كان مع ابراهيم فايق امبارح وقال تصريح جمهور الاهلي عمال يضحك عليه من امبارح. قال لك ايه دونجا؟ قال لك ان نفس قيمه دوري ابطال افريقيا اللي خدها النادي الاهلي نهائي القرن من الزمالك عوضناها بالسوبر الافريقي وفزنا على الاهلي، والبطولتين واحد، وده نهائي القرن وده سوبر القرن، وقيمه السوبر الافريقي نفس قيمه دوري ابطال افريقيا. ده كلام نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك. دونجا قال مع ابراهيم فايق ان الزمالك كسب السوبر الافريقي وعوضنا خساره نهائي القرن. انا شخصيا وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها على الاطلاق ان في فرق كبير بين البطولتين، في فرق كبير بين دوري ابطال افريقيا على المدى البعيد اللي فيها دوري مجموعات و16 ودور 8 ونصف نهائي ونهائي وبطوله خارج ارضك، ان احنا نقارنها بمباراه السوبر الافريقي اللي هي بتقام بين بطل الكونفدراليه اللي هو الزمالك وبطل دوري ابطال افريقيا اللي هو النادي الاهلي، وهي مباراه من ماتش واحد. فانا مختلف يا دونجا معاك تماما. كانت رغبتي نادي الزمالك. كل سنه الناس بتيجي تفاوض بيراميدز، بيراميدز مش عايز يمشيني. في العيله عندكم كلها زملكاويه؟ كلها زملكاويه. واحساسهم كان ايه اول لما انضميت للزمالك؟ انا زملكاوي وده بيبان مع الجمهور. لو انت بتشوف انا كنت بتتفرج عليه وهو كنت يعني والدك الله يرحمه هو بيتفرج على ماتشات الزمالك؟ بيجي ياخدني. لا والدي كان بيحب مين في الزمالك؟ شيكا. كل الناس بتحب شيكا. زي ما شفنا كلنا كابتن عماد دونجا وهو بيقول انه زملكاوي ووالده الله يرحمه زملكاوي وبيثبت زملكاويته بكل الطرق. المفاجأة بقى اللي جايبها لك وعايزها توصل لكل جماهير الكرة المصرية هي الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي ده. والاتنين دخلوا عليك اهلي وزمالك والاتنين حطوا ارقام كويسة، يعني تتفضل ايه او انت انتماءاتك ايه؟ لا بص يا كابتن سيف، هو انا يعني حته اللي ما بلعبش على حته الانتماء دي قوي. انا لاعب محترف يعني، سواء اهلي سواء زمالك سواء بيراميدز سواء في اي مكان تاني. وانت صغير كنت بتشجع ايه؟ كنت بشجع كوره. طب الاسره انتماءاتها ايه؟ يعني انا كان والدي الله يرحمه كان اهلاوي. كابتن عماد دونجا بيشتغلنا يا جدعان. كابتن عماد دونجا جاي عايز يعمل علينا بلوف ويعمل علينا فورتيكا علشان يحط جماهير الزمالك في جيبه. هو ده اللي جاي يعمله. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن دونجا، لو بقيت في الملعب كويس واديت في اللعب واديت في الكوره ما كنتش هتبقى محتاج ان انت تعمل شو وان انت تركب الترند بالمشاعر وبالكلام القلبنطه. ادينا جبنا لك كلامك بعظمه لسانك، مره بتقول انا اهلاوي ومره بتقول انا الزملكاوي، مره بتقول والدك الله يرحمه كان زملكاوي بيحب الشيكا ويعني وبيموت في القلعه البيضاء، ومره قلت ان ابوك الله يرحمه كان اهلاوي. فكابتن دونجا عرف جمهور الزمالك بيحب ايه، عرف هيطلع ترند ازاي، عرف ازاي هيبقى اسطورة، عرف اللي بيعجب ويجيب مع الناس. اطلع اضرب تصريحات ترند، اطلع خبط في الاهلي، اطلع اضرب في امام عاشور، رغم ان انا ما بيعجبنيش تصرفات امام عاشور وده سبب تراجع مستواه ويستحق الاستبعاد من منتخب مصر. ولكن تعال نشوف تصريحات دونجا المتناقضة. في الاول حاجة كده بيبدأ بيها دونجا، بيقول لك بقول لامام عاشور يا ريت تركز في الملعب واكسبني بدل ما انت بتفكر في اللقطة والكابشن اللي هتكتبه على الصورة بعد الماتش احنا لعيبة كرة مش ممثلين. تمام. بعد الجملة دي أم مشغل الأغنية ورقص على الأغنية بتاعت الاحتفال، وهو أصلا يعني مهيأ للي هو قصف الجبهات والقصة دي. بعديها على طول طب ما احنا مش لسه قايلين احنا مش ممثلين. يعني ايه تكسبني في الملعب؟ انا نفسي افهم. يعني ايه بتقول لي فرقة حط علينا بقالها 300 سنة الاهلي حاطط علينا، تيجي انت تكسبه ماتش تقول له بقى اكسبني في الملعب بعد كده اتكلم؟ المشكلة ان انت في الملعب ما كسبتش، احنا كسبنا ضربات جزاء مش كسبنا في الماتش.
انا مش بقلل، والله ما بقلل، بس انا بوصل لك الفكرة. احنا ليه الزيطة دي كلها؟ ليه التقليل ده كله؟ دونجا بيقول السوبر الافريقي زي نهائي القرن. سعادتك بتكلمني؟ لقاء دونجا امبارح مع ابراهيم فايق قال اهدى يا دونجا بس نتكلم. عوضنا على ربنا في دونجا. المهم يعني يا ابو الصحاب، في اللقاء امبارح دونجا قال بعض التصريحات من وجهة نظري فيها بعض اللقطات، كل واحد بياخد لقطة على الثاني، علشان الفترة الأخيرة إمام عاشور ما بيقدمش حاجة على أرضية الملعب فبياخد لقطة، فدونجا بيطلع ينظر عليه بيقول له ركز في الملعب، على اساس ان انت ما بتاخدش لقطه يا دونجا، انت على ارضيه الملعب، وكل الناس عارفه. والجون اصلا او الضرب الجزاء اللي هي بتاع اكرم توفيق اصلا من دونجا، لو تابعت الكره من اولها يعني هو مقصر على ارضيه الملعب. لو شفت عبد الله السعيد ب 40 سنه بيقدم اداء دفاعي افضل منه، قلنا ما علينا، ده بياخد لقطه على حساب لقطه عادي مع بعض هما الاثنين. بس اللقطه اللي انا ما اقدرش اعديها اللقطه اللي هي بيقول نهائي القرن نفس قيمه السوبر الافريقي، ما فيش فرق بين البطولتين، والحمد لله عوضنا خساره نهائي القرن بالسوبر الافريقي. انا مش فاهم حاجه في ايه يا دونجا؟ يعني انت شايف ان نهائي القرن نفس القيمه بتاع السوبر الافريقي؟ قول لي انت يا ابو صعب، اي حد بيتفرج علينا من الزملكاويه، هل انت الوجع راح؟ ده لحد دلوقتي في شرخ جوايا. يعني انت شايف ان نهائي القرن اختفى كده؟ ده انا فاكر لحظتها والشوطه وفاكر كل حاجه. ثانيه عندك يا دونجا، انت ما كنتش معانا في نهائي القرن، انت اتوجعت امتى او عرفت قيمه البطوله ديت من هو اي هبد في اي بتنجان؟ واحد يقول لي هفاجئ، ما هو اصل هو زملكاوي كان في بيراميدز بيشجع نادي الزمالك. ابو الصحابه، وانت صدقت تصريحه اما طلع قال لك امير توفيق كان بيفاوضني وما رضيتش اروح الاهلي فرحت الزمالك عشان انا زملكاوي من صغري. تمام، ما تيجي نسمع الفيديو ده. لو الاثنين دخلوا عليك اهلي وزمالك والاثنين حطوا ارقام كويسه، يعني تتفضل ايه او انت انتماءاتك ايه؟ لا بص يا كابتن سيف، هو انا يعني حته اللي ما بلعبش على حته الانتماء دي قوي. انا لاعب محترف يعني، سواء اهلي سواء زمالك سواء بيراميدز. طب الاسره انتماءاتها ايه؟ يعني انا كان والدي الله يرحمه كان اهلاوي. ايه رايك يا ابو الصحاب؟ طلع زملكاوي من صغره قوي صح؟ طلع والده اهوت اهلاوي، وبعدين قال لك العيله كلها زملكاويه في اللقاء اللي عمل. المهم اللي انا قصدي يعني المغزى ده يا ابو الصحاب، انا عارف ان انت كسبان فعايز تكيد مثلا الاهلي او امام عاشور، ماشي.